بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل كوارع بالشكامبة كده، اللي هي يعني صلصة وتوم وشوية تكات وحركات مني، ان شاء الله هتعجبكم. بس قبل ما نبدأ يا ريت تشتركوا لي في القناة وتحطوا اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. ويلا نسمي الله ونسمي على الرسول ونبدأ بالمقادير. معايا كورة اهو، هو كبير شوية معلش، مقطعته بقى على قد ما اقدر اهو. غسلاه بميه وملح وخل وليمون، توم، حبه خل، لوري، بصلتين كبار، فلفل اسود، وحبهان. ونسمي الله ونبدا بقى. دي معايا حله ميه كده بتغلي، فيها حوالي 2 لتر ميه، هنزل بيها بالكوارع بتاعتنا بالشكل دوت. بصوا الكوارع بتاعتنا نظيفه، ما فيهاش شعر، ما فيهاش اي حاجه. اهم حاجه في الحاجات دي يا جماعه لما بنيجي نعملها اذا كانت الفشه او الكرشه النظافه، او الكوارع النظافه اهم حاجه. تكوني منضفاها ونقعاها وغسلاها كويس قوي. نزلناها اهي وغليت كويس. اي ريم فوق الوش كده نشيلوه بالراحه كده بالعقل اهيت. هي نضيفه زي الفل ومفيهاش اي حاجه، دي مجرد رغاوي مش اكتر. ننزل بقى بالبصلايه الكبيره او بصلتين صغيرين، فصين من الحبهان، وورقتين من اللوري. ما تحطيش اي ملح دلوقتي غير بعد ما تستوي خالص، نحط الملح براحتنا. اهو نزلنا بكل دوت. تعمل لك احلى شوربه كوارع بالطريقه دهيت. حابه تحطي طماطميه حطي، بس انا في الشوربه مش بحب احط طماطم بصراحه. او بقول لكم لما تغلي نوطي عليها النار عشان تستوي معانا. اي لحمه، اي كوارع، كرشه، اي حاجه، حتى الفراخ، وطي النار هتاخدي نتيجه ممتازه. بوريكم اهوت، عدى عليها حوالي نص ساعه. هنا بقى قفلت عليها، معلش المقطع ده اتمسح. قعدت على النار حوالي ساعه وربع. هنا لما دخلت في السوا ملحتها بقى الملح المناسب، وسبتها تاخد غلوتين بالظبط، ورجعت لها تاني اهوت. خلاص كده كانت استوت وتمام. نعمله بقى الصلصه بتاعتها. حابه تاكليها كده وتعملي الرز وتاكلي وفته براحتك، حابه تعملي زي كده الصلصه دي بنسميها احنا عندنا هنا في اسكندريه شكامبه. حته زبده، يا ريت تكون زبده، معلقتين من الثوم كبار مضروبين بقرن فلفل اخضر حامي، حبه زيت، حبه زبده، حبه سمنه براحتك. بس طبعا السمنه الفلاحي او الزبده بيدوها طعم جميل جدا. هنا بقى اهو تقلبي كده التومه اوعي تتحرق منك، يا دوبك كده تصفر شويه يبقى لونها جولد فاتح. اهو بالشكل دوت كده. ان سبتيها تغمق عن كده هتمرر معاكي. ننزل بقى معانا بالخل، حوالي نص كوبايه خل كده حلوه. وده شفشق من الطماطم، في حوالي نص كيلو. نبهره بقى فلفل اسود وملح، وبحطش بهارات اكتر من كده. هتحطي اي حاجه هتغير معاكي الطعم. سبتها لحد ما تتسبك، بس تتسبك تبقى ملحلحه كده معانا شويه اهوت بالشكل دوت كده. ما تسبكهاش قوي، يعني نص تسبيكه كده او تسبيكه الا ربع زي ما بنقوله. تبتدي بقى تنشليها من الشوربه بتاعتها وحطيها فيها.
رصيها كده. معاكي حلتك او صينيه، الصينيه يا ريت دي صينيه يا جماعه بس بايد، بتدخل الفرن. بتغطيها كده كلها بالطماطم او الصلصه على كبشتين من الشوربه بتاعتها، طبعا بيدوها طعم جميل. احلى كوارع بالشوربه كده دي بتاعتها بالصلصه تاكليها بالطريقه ديت، جربوها هتعجبكم قوي. هسيبها برضو في الطماطم بتاعتها حوالي 10 دقايق تتشرب كده وتتسبك، واكتر كمان من 10 دقايق. اهو كل شويه تفتحي عليها وتغطيها بالطماطم لما تتسبك بالشكل دوت. واول ما تحسي بيها كده شربت من الطماطم، بندخلها الفرن على اعلى درجه حراره عندك، بتولعي عليها الشوايه من فوق ومن تحت. وهي قعدت معايا حوالي ربع ساعه في الفرن وطلعت بالشكل الجميل دهوت. ايه رايكم بقى؟ تستاهل اللايك ولا متستاهلش؟ لو عجبكم بقى الفيديو بتاعي يا ريت تشتركوا لي في القناه، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا اللايك. وده الشكل النهائي بتاع الاكل بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم الوصفه بتاعتي يا ريت تجربوها. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتحطوا اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد في اسرار الطبخ مع ام ربيع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.